تخيل تكون عايش بره مصر وتقرر إنك تبني لك وطن صغير هو التجمع، بيت لمستقبلك والعيال. ده بالظبط اللي حصل في حي بيت الوطن، من الأحياء اللي ليها قصة مختلفة تماما عن بقية التجمع. بيت الوطن الحي ده اتعمل مخصوص للمصريين اللي عايشين بره البلد. الحكومة قال طيب ليه الناس دي ما تساهمش في إعمار القاهرة الجديدة، نعمل ليهم مشروع مخصوص يشتروا فيه، يبقى استثمار، فرصة يبنوا بيتهم لو حبوا يرجعوا مصر. وفعلا بيت الوطن بقى مشروع قومي صغير جوه التجمع. الفكرة ببساطة، المصري والمغترب يقدر يشتري قطعة أرض أو وحدة في بيت الوطن بالدولار. الحكومة هنا هتستفيد من العملة الصعبة، والمغترب هيلاقي مكان مضمون يستثمر فيه. الحي اتقسم مناطق واضحة، واللي يميزه إن تصميمه حديث جدا، والشوارع طبعا واسعة، والتقسيم معمول بفكر أوروبي. كأنك بتقول ده حي المغتربين اللي حطوا فيه كل اللي اتعلموه بره مصر وعايزينه هنا في مصر. موقع بيت الوطن استراتيجي جدا على محور بن زايد الجنوبي، قريب جدا من العاصمة الإدارية الجديدة، بيربط بين التجمع الخامس والعاصمة. وده خلاه مش بس حي للمغتربين، لكن بقى خيار لأي مستثمر ذكي عايز يمسك العصاية من نص. تجمع وعاصمة، مكسب في الحالتين. وطبعا المصريين ما سابوش الموضوع، قالوا عنه بيت الوطن معمول عشان اللي ساكنين بره يحسوا انهم لسه بره حتى وهم جوه. في بيت الوطن حتى البقال بيتكلم انجليزي. بيت الوطن الحي الوحيد اللي لو سألت فيه على جارك هتلاقيه ساكن في دبي حاليا. واحد مرة قال ده مش بيت الوطن، ده بيت المغترب اللي فاتح جروب واتس مع الحي كله. بيت الوطن مش مجرد حي، ده فكرة بترمز للمصريين اللي حتى وهم بعيد عن بلدهم بيفكروا يبنوا مستقبل في قلب القاهرة الجديدة. بس السؤال، هل كل الأحياء في التجمع كانت بنفس الرؤية الاستراتيجية؟ استنونا في الحلقة الجاية. حي القرنفل، الفيلل اللي عاملة زي التحف الفنية. ما تفوتوش الحلقة الجاية، هنتكلم عن حي فريد من نوعه، كل فيلا فيه كأنها لوحة معمارية مرسومة بإيد فنان. ومش هننسى إننا نتكلم عن بيت الوطن في حلقات منفصلة، لأن بيت الوطن حكاية كبيرة جدا. كانت معكم سحر غريب. ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة.